ازيكم عاملين ايه اخواتي وحبايبي؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده يا جماعه عامله لكم فيديو جديد ان شاء الله هيعجبكم جدا، بس اللي اول مره يشوف قناتي ينزل يشترك فيها ويفعل الجرس عشان يوصله كل جديد. بصوا يا جماعه، هعمل لكم ازاي تحضري الفول بطريقه سهله جدا وفي نفس الوقت هيطلع لذيذ وطعمه حكايه. جبت حله على النار زي ما انتم شايفين، حطيت فيها حوالي 3 معالق من السمنه، وفي ناس طبعا بتحب تعمله بالزيت، انا بحب اعمله كده وكده. تمام، انا حبيت المره دي اعمله بالسمنه بصراحه. وجبت بصله قطعتها زي ما انتم شايفين كده مكعبات صغير جدا، وحطيتها في السمنه وهسيبهم يتشوحوا كويس جدا لحد ما البصل كده تدبل معايا خالص، تاخد لون الاصفر كده. وبعد كده هضيف عليها الفلفل. تمام، جبت معلقه كده من الفلفل، قطعت قرن شريطه كده صغير او قرن فلفل صغير قطعته زي ما انتم شايفين كده، مش بحب اكتر الفلفل. وبعد كده جبت طماطميتين قطعتهم مكعبات برضو، واسيب الطماطم لحد كده ما تتسبك خالص. تمام، حطيت كده كمون وفلفل اسمر وملح ونص معلقه شطه. تمام، انا عندي ميكس كده يا جماعه، عاملاه كده خليط من الكمون والفلفل الاسمر والملح، لان اغلب اكلاتي الصراحه بحب اضيف عليها البهارات دي، فعامله ميكس مع بعض. سبت كده المكونات تشوح خالص وتدبل خالص مع بعض. بعد كده حطيت بقى الفول عليهم، وزي ما انتم شايفين كده طعمه تحفه وشكله جميل جدا. جربوا الطريقه دي هتعجبكم جدا باذن الله. وقدموا كده مع المخلل اللي انا كنت عاملاه يا جماعه، طلعت منه اهوت بصراحه طعمه روعه روعه روعه. يا رب الطريقه تكون عجبتكم. لو اول مره اشوف قناتي ينزل يشترك فيها. باي باي.